مساء الخير، ازيكم؟ النهاردة احنا هنتكلم عن عيب شائع جدا. دايما بيحصل في أجهزة أبل. ومن ضمن العيوب الشائعة ده العيب الشائع اللي هو الخاص بسماعة المكالمات. بتلاقي مثلا سماعة المكالمات فصلت مرة واحدة، فده عيب شائع في ال11 برو ماكس وايفون 12 و12 برو. النهاردة هنشرح خطوة بخطوة ازاي هنقوم بتغيير السماعة دي. اول حاجة احنا بنفك المسمارين اللي تحت الموبايل اللي هم الخاص بالشاشة، ده بيبقى ليهم مفك خاص بيهم. بنفك المسامير دي بالراحة جدا وبشويش، وبعد كده بنجيب فتاحة. احنا بنستخدم الموس عامة، بيبقى مرن جدا اثناء الفتح. بنحط الموس في يعني ما بين الفريم والشاشة، ما بين فريم الهاوسنج والشاشة، ونبدأ نفك الشاشة واحدة واحدة بالراحة جدا وعلى مهلك من غير ما تستعجل. زي ما انت شايف الشاشة بتفك معاك بسهولة جدا جدا، واحدة واحدة خالص وبشويش، مش مستعجلين على حاجة. ان انتوا زي ما انتم ملاحظين الشاشة بدأت تتفك من جنبين اهو، خلاص هي بدأت تتفك اهي، خلاص عادي. بعد كده رفعنا الشاشة من مكانها واحدة واحدة. بعد كده احنا بعد ما بنرفع الشاشة بنفك المسامير اللي جوه الجهاز نفسه. المسامير اللي جوه دي ده المسمارين بتوع البطارية، سوكت البطارية، وبعد كده المسامير بتاعة الشاشة، السوكتات بتاعة الشاشة. المسامير دي بتبقى على شيلد، والشيلد ده بيبقى ماسك السوكت بتاع الشاشة والسماعة. وبنبدأ واحدة واحدة نفك المسامير زي ما انتوا شايفين. خلي بالك طبعا المسامير بتاعت الايفون ليها اللي هي الداخلية ليها مفك مختلف عن اللي احنا فتحنا فيه في الاول. وبعد كده بنفك واحدة واحدة. لما بتيجي نشتغل اول حاجة بنفك سوكت البطارية زي ما انت شايف، وبعد كده سوكت الشاشة، وبعد كده السوكت بتاع السماعة نفسها اللي هي فيها مشكلة. طبعا احنا المشكلة عندنا في القطعة اللي فوق اللي هي راكبة في الشاشة، فاحنا دلوقتي هنفك المسامير الخاصة بالقطعة دي. مع العلم ان القطعة دي بيبقى عليها اكتر من حاجة، بيبقى عليها السماعة بتاعت المكالمات، وعليها السنسور بتاع المكالمات برضو، وعليها الحساس بتاع الفيس اي دي. فطبعا احنا ما ينفعش نغير القطعة كاملة، احنا هدفنا ان احنا نغير السماعة فقط عشان نحافظ على الفيس اي دي. والراحة القطعة دي بتبقى ماسكة شوية بس عادي، بالراحة جدا. احنا ممكن نجيب تنر التنر ده بيسهل فك الدبل فيس اللي عليها. بصوا زي ما انتوا شايفين هنحط سنة تنر صغيرة جدا، واحدة واحدة كده، وهتلاقيها طلعت معاك بسهولة جدا يعني. بص زي ما انت شايف هتلاقيها اتفكت بسهولة جدا. بص هي بدأت تطلع اهي. طبعا احنا بعد ما بنفك زي ما انت شايف القطعة عاملة ازاي، احنا هدفنا ان احنا نغير السماعة فقط عشان نحافظ على قطعة الفيس اي دي. زي ما انتوا شايفين الفلاتة بتاعة السماعة دي رقيقة جدا، ممكن تتقطم ولا اي حاجة، فلازم تتعامل معاها بالراحة جدا. احنا دلوقتي عايزين نفك السماعة اللي هي اللي واضحة قدامنا. بص زي ما انتوا شايفين السماعة، بص في جزء منها ماسك في الفلاتة. تمام، احنا بنفكه. بعد كده مكان السماعة بالظبط احنا بنحط حاجة اسمها فلوكس. الفلوكس ده وظيفته ان هو بيفك اللحام اللي على السماعة. بص زي ما انتوا شايفين المادة دي هو ده الفلوكس، ده بنستخدمه في فك اللحام. بنبدأ بص نحط مكان البنات، شايفين واحدة واحدة. طبعا احنا عندنا جزئين، جزء فوق اهو وجزء تحت، بنحط على الاتنين. وبعد كده بقى بنستخدم المكوة على درجة حرارة 300 او 320. تمام، واحدة واحدة جدا، وبنحط الحرارة ناحية بص
ناحية البنات دي واحدة واحدة. واخد بالك اهو بدأت اهي تفك اهي. بمجرد ان البنة دي تسيح خلاص بتفك من مكانها. ولو ما جاتش معاك بسهولة عادي حط فلوكس تاني، يعني عشان برضو ايه ما تقطعش الفلاتة وتخسر الفيس اي دي. واحدة واحدة وبنبدأ نفك. بص هنبدأ اللي احنا نحط فلوكس تاني. يعني انت براحتك خالص، ما تستعجلش عشان السماعة ما تقطعش منك. اهو نبدأ واحدة واحدة. بص اهو فكت معانا. هنبدأ نديها حتة حرارة تاني. انت ممكن تزود شوية في الحرارة اهي. شايفين فكت ازاي؟ هنبدأ للجنب التاني برضو. هنحط برضو الحرارة في الجزء ده اهي. طلعت معانا اهي عادي جدا. خلاص احنا كده فصلنا السماعة اللي فيها المشكلة عن الفلاتة. هي دي بقى الفلاتة اللي خاصة بالفيس اي دي. طبعا الفلاتة دي ما ينفعش تقطع منك، لو اتقطعت انت كده الفيس اي دي خلاص شكرا. هتحتاج تجيب فلاتة تانية وتطلع الحساس وتعمل له شبلنة، قصة كبيرة يعني. فطبعا لما انت بتشتغل بالراحة جدا وعلى مهلك ما بقاش فيه اي ضرر ولا اي خسائر. هنبدأ بقى نجيب القطعة السماعة الجديدة اللي هي هتركب مكان اللي احنا فكيناها. بص زي ما انتوا شايفين دي قطعة جديدة خالص. سماعة 11 برو ماكس برضو نفس الموديل. بص زي ما انتوا شايفين هنبدأ ان احنا ننزلها مكانها. طبعا قبل ما بنلحم بنستخدم حاجة اسمها أسدير. الأسدير ده هو اللي بيلحم. احنا استخدمنا اول فلوكس، الفلوكس بيفك اللحام، اما الأسدير بيلحم. بص الأسدير بنبدأ نحطه مكان البنات اللي احنا نلحم عليها. شايف البنة الصغيرة قوي دي؟ بنبدأ نحط عليها أسدير صغير قوي. وبرضو الجنب التاني، يعني بنحط في الجنبين، الجنب ده والجنب التاني، ده اللي بيتلحم عليه الفلاتة. نبدأ برضو نحط على الجنب التاني زي ما انت شايف. طبعا الأسدير ده ما بيتحط بيبقى هو سايب، بيبقى يعني عامل زي الكريم كده. فاحنا عشان نجمده بنبدأ نحط عليه سنة حرارة. بص احنا هنجيب المكوة وهنبدأ نسخن عليه حاجة بسيطة. اول ما بنسخن عليه الأسدير ده بينشف، بيديك كده سمك كده اهو. بص شايف لونه اتغير وبقى حاجة. بص اول ما تحط عليه الحرارة بيبدأ بص يتحول لقطعة كده ماسكة نفسها شوية عشان نلحم عليها. بعد ما بتسخن الأسدير عليها وينشف كده بتبدأ بقى تنضف بفرشة وتنر عشان ما يكونش فيه أسدير زيادة او كده. نبدأ بص بالراحة جدا تنضف الأسدير اللي هو الزيادة برضو، حتى بحيث ان التقفيل يبقى شكله نضيف برضو. وهنبدأ برضو نحط الفلاتة بتاعتنا على السماعة عادي جدا بالراحة وبشويش، متستعجلش. بص اما حاجة تأكد ان انت حاطط البنة بتاعة الفلاتة على نفس مكان البنة اللي في السماعة وتبدأ تلحم. تمام. اول لما تشم حرارة بترفع ايدك على طول. بص اول لما يعني تسخن وتشم حرارة بترفع ايدك على طول تمسك كده. خلاص احنا لحمنا السماعة في الفلاتة. هنبدأ بقى نقفل القطعة تاني دي في قلب الشاشة. القطعة دي بتبقى راكبة في الشاشة اصلا. بنرجع المسامير تاني زي ما كانت. طبعا اهم حاجة في الشغل بتاعك رجع المسامير ورجع كل حاجة زي ما كانت. الفكرة في الصيانة مش انك تعمل الشغل وخلاص، لا، الفكرة انك تعمله صح وترجع كل حاجة في مكانها. وبكده احنا بص قفلنا المسامير اهي. خلاص كده احنا ركبنا السماعة. طبعا انت قبل ما برضو بتقفل الجهاز بتجرب، يعني انت برضو بتجرب تأكد انها خلاص المهمة تمت بنجاح. بص انت بتنزل سوكتات الشاشة الاول وبعد كده سوكت البطارية في الاخر، وبعد كده هنفتح الجهاز. بعد الجهاز ما بيفتح بتخش انت بقى ايه اكنك بتعمل مكالمة تجرب بقى ايه السماعة، يعني هل اشتغلت ولا لسه ولا كده. هنبدأ بقى نجرب. بص احنا بمجرد ان احنا ندوس في صوت طالع اهو في السماعة، يعني كده خلاص السماعة شغالة، مش محتاج تعمل مكالمة ولا اي حاجة. مجرد انك تدوس كده خلاص في صوت طالع. الرقم الذي اتصلت. تمام
تمام. الصوت كده شغال اهو طالع في السماعة ولا في اي حاجة، كده الصوت شغال تمام. بس شكرا على متابعتك لينا، وما تنساش تعمل متابعة للقناة وفعل الجرس عشان يصلك كل جديد. مع السلامة.